بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. هنشوف مع بعض هنعمل ازاي زبدة من وش اللبن اللي هو الجاموسي مش البقري، لانها بيضة هي. احنا بنجيب اللبن بنغليه ونحطه في التلاجة طبعا بعد ما يبرد، ونشيل وشه. بجمعه في اي علبة زي ما احنا شايفين كده. هنيجي بقى في الخلاط هنحط كوبايه ميه ونفضي علبه القشطه او زي ما الخلاط ياخد، وهنضربها. افرضي يعني عندك بقى الميكسر او اللي هي العجان، طبعا بيكون افضل بكتير جدا جدا من الخلاط، لانه بيضرب لك كويس جدا ويخلصك من كميه الميه اللي في القشطه، وبتعمل لي زبده. انا هشوف الخلاط اذا عملها كويس عملها، ما عملهاش بس بيسهل معايا، وبعدين بكمل ضربها بايديا. هنشوف. هنحط الاول كوبايه ميه وهنفضي دي. انا معايا الخلاط بتاعي بقى ما قدرش يخلصها كويس، هو ضربها كده بس، ده بيساعدني لان جربت قبل كده. ده بقى هضربها كويس قوي بايديا، مش هتاخد مني وقت كتير زي ما لو هي الخلاط ما ساعدنيش. هتاخد وقت قليل، ونشوف مع بعض ازاي اللي هيتفصل السائل لوحده ونعمل زبده لوحده. بس لازم نرب كويس قوي، بس هي دي يعني بتقلل لي عمليه الضرب، لان الخلاط بيساعد. لو في خلاط قوي بقى بيقوم عامل فاصل على طول من بعض. شايفين السائل اللي انفصل اهو في الحله، ودي الزبده. شايفين ما شاء الله. عايزين تلموها وتعينوها قرص كده في كيس في التلاجة او في علبة، طبعا في الفريزر مش في التلاجة، يعني في الفريزر لحد ما تبقوا عايزين تستعملوها كنجح. افرضي ان انت ما عندكيش سمنه وعايزه تسيحي، بتقومي واخده القرص بتاعك وتحطيه على نار هاديه في حله، يعني يا ريت تكون تيفال. الستيل ممكن يحرق، او يعني حاجه تكون تقيله، وتهدي النار خالص عليها لما تسيح، وتحط لها ملح خفيف عشان تديكي احلى مرتة، وتقلبي من قل اخر علشان المرتة تحت ما تلزقش، وتديكي مرتة جميلة مش محروقة وملحها هادي. لو انت عايزه تجمعي كل كميه تجمعيها وتعمليها قرص، ويعني لو عايزه تسيحي كميه كبيره على بعضها ماشي زي ما انت عايزه. الشرش او اللبن اللي فاصل ده او السائل ده انا ما برموش. لو انا عندي مثلا كميه قشطه تانية دلوقتي بحطه في الخلاط بدل ما احط ميه، لان انا كنت حاطه كوبايه ميه، واضرب تاني وبعدين اكمل. لو انا خلاطك قوي مش هتحتاجي تعملي بايدك خالص. ده هلم قرص دلوقتي وهنصوره عشان نشوفه. عايزين نعمل قرص نسيحه، ممكن نسيحه معاك ونشوف هنعمل ازاي. ما شاء الله. شايفين زبدة انت عاملاها بايديكي، ريحتها لبن صافي جميلة ولا مغشوشة ولا حاجة. وشربنا لبن منزوع الدسم وعملنا زبدة جميلة، والوقت هنحطها على النار نعمل منها سمنة ومرتة، ويبقى عندك الخير في بيتك وشربتي لبن، وفي نفس الوقت بقى حاجة كده مضمونة بايديكي وسهلة خالص. يعني انت لو عندك عجان هيبقى سهل قوي 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 ان انت تعملي الزبدة. دلوقتي هروح احطها في حله على نار هاديه ونشوف مع بعض. ما شاء الله. شايفين احلى زبده. شربنا لبن منزوع الدسم وعملنا زبده وعملنا قشطه لو عايزين تاكلوا قشطه، كل حاجه جميله. والوقت هنصنع منها السمنه ومرته. احنا خلصناها الاول. السائل بقى اللي انا خلصته ده منها مش هرميه، ده انا هعينه في اكياس حسب ما انت عايزه. ممكن نوزعه على كيس 2 عشان بنعجن به المخبوزات، بيبقى جميل جدا جدا لان هو كله قيمه غذائيه. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. انا حطيتهم على النار في نفس الحله اللي انا ربى فيها لان فيها زبده لازقه. انا عامله النار عاليه على بس الحله ما تسخن. بعدين انا ههدي النار خالص وهقلب من آن لاخر، وهنحط ملح بس مش الوقت، على ما تفك كده علشان الملح ندوبه، فملح خفيف خالص. بدأت تسيح اهي، مجرد الحله ما تسخن ههدي عليها واسيبها بقى مع نفسها كده. الزبده شايفين ساحت وبتغلي معايا. شايفين انا دلوقتي هعمل هحط معلقه ملح صغيره علشان ما تدينيش مرته حادقه.
هقلبها فيها لحد بقى ما تتكشف بقى وده ينزل ويحمر كده عندي. انا بقلب من قبل اخر بالمنظر ده كده لحد ما تستوي عندي. انا مهديه عليها النار. دي احلى سمنه ما شاء الله. شايفين لون السمنه جميل ازاي؟ بس انا شايفين المرته لسه بيضه. انا عايزاها تحمر معايا شويه عشان تتخلص ايه من كل السمنه اللي فيها. شايفين شويه كده. انا ايدي فيها على طول ومش هسيبها لان هي ممكن تتلسع مني في ثانيه. انا هسيبها بقى لانها خلاص اهي قربت خالص ما عادش فيها حاجه. يا دوب احمر بس المرته شويه ونشوف مع بعض. شايفين اللون وجماله؟ وهعرفك ازاي لما تبقى يعني دلوقتي انا شميت الزبده قبل ما احطها ريحتها لبن. يعني لو انت شاريه الزبده جاهزه لو ريحتها لبن تبقى مش مغشوشه. وبرده هوريكي الملمس بتاعها وحاجات اختبار عشان لو انت شاريه جاهزه تعرفي ازاي انها يعني سليمه مش مغشوشه. طفيت النار وشلتها اصلا من على العين. حطيتها على عين تانية مطفيه. هي اللي ما زالت الحراره اللي فيها هي اللي شغاله. شوفوا احمرت ازاي. يعني سبحان الله الحراره هي اللي في الحله اللي في جسم الحله هي اللي مشغلاها. لكن هو خلاص هنطفي النار ونقلها كمان على عين تانية. على ما تهدى خالص هنحطها في برطمان ونشوفها مع بعض ونشوف النار. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين السمنه قد ايه خضره وجميله. انا حطيتها في برطمان ازاز عشان تشوفوا قد ايه جمالها. ومعانا ادى الزبده وده المرته وشربنا لبن وخدنا كمان الخلاصه هنعجن بها. كل الخير ده عندك عشان لما تشتري لبن من مكان مضمون ويكون له وش كده وجميل